ثورة في الوسط الفني بسبب تحديد أجور الفنانين على حسب الفئة وتسريب اللائحة على الواتساب واتهامات لاتحاد المنتجين العرب. ايه القصة؟ قلق كبير في الوسط الفني خلال اليومين اللي فاتوا بعد ما انتشرت لائحة متسربة بين الفنانين على الواتساب وعدد من العاملين في الصناعة، واللي فيها ان شركات الانتاج اتفقت بينها وبين بعض على تقسيم العاملين في مجال الدراما لثلاث فئات، سواء ممثلين او كتاب او مؤلفين حتى الفنيين، وده من غير ما حد يعرف ايه مصدر الورقة دي. البداية كانت لما هاجم المؤلف عمرو سمير عاطف المنتج جمال العدل لما كتب في بوست مش فاهم بالظبط ايه علاقة جمال العدل بتحديد أجور الفنانين والفنانات، وليه دايما جمال العدل مستكتر على الناس عرقها وشقاها. قبل ما ينشر اعتذار رسمي للمنتج جمال العدل قال فيه: بعتذر لجمال العدل عن البوست اللي كتبته، هو كلمني ووضح لي الصورة وعرفت ان ملوش علاقة بتحديد أجور الناس. وبصفته أحد مؤسسين اتحاد المنتجين قال جمال العدل ان اللائحة المنتشرة مضروبة، وقبل دي كان في 20 وحدة تانية كلها تصنيفات مختلفة وأجور مختلفة. أما المنتج أحمد السبكي فما عندوش مشكلة مع وجود لائحة لتصنيف الفنانين، وقال إنه مش مستوعب ليه الناس رافضة الفكرة. التصنيف والتقسيم أمر متعارف في الشغلانة من زمان. وقال رئيس الشركة المتحدة محمد السعدي إن اللائحة دي مش حقيقية ولا رسمية وما صدرتش عن الشركة وما يعرفوش مين مصدرها، وهي مجرد ورقة منتشرة عشان تعمل خلل وضررها أكبر من نفعها حتى للشركة المتحدة نفسها. لكنه قال إنهم اجتمعوا في الاتحاد وكان هدفها زيادة الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بيها الدول، والهدف الرئيسي من الأمر هو خدمة الصناعة وتنظيم آليات التصوير وتنسيق العمل، وكل النقاش كان على جودة العمل وعودة الصناعة لوضعها الطبيعي. أما المنتج طارق الجنايني قال إنها طبعا مفبركة، وإن البعض حسبها على اتحاد منتجي الدراما، وإن فنانين كتير بعتوا له اللائحة دي وعبروا عن غضبهم بشكل كبير، وقال إن الحل كل سنة نحاول نوجد حلول ما فيهاش ظلم لأي حد من اللي شغالين في الصناعة. وقال إن اللي بيحكم الأجور هو العرض والطلب، لأن ده سوق وما ينفعش نجدد للناس أجر معين، لكن ممكن تكون في حلول تانية يحاول يستخدمها المنتج. أما كريم أبو ذكري فعبر عن استيائه الشديد من تعامل بعض الفنانين مع اللائحة المسربة وكأنها حقيقة، وأكد إنه محدش هيقبل الأجور المبالغ فيها دي، والهدف إن الكل في سوق الدراما يكون ليه فرص متساوية وأجور عادلة ومرضية. وعلى الجانب التاني كانت الفنانة نشوى مصطفى من أبرز الفنانين اللي اتكلموا عن أزمة تسريب اللائحة، وكتبت على الفيسبوك: في ظل الأزمة ومعاناة الناس بتتسرب لائحة على أجور المشتركين في صناعة الفن، مين الشرير اللي سربها؟ احنا ناقصين الناس تسب وتسخط، وعلى فكرة بقى هيكون ليهم حق. وكملت وقالت: الأرقام المتسربة لو قراها دكتور جامعة مش هقول عامل ولا موظف هيكفر بالحياة. مين اللي عمل كده؟ أظن والعلم عند الله إنها مزيفة بس انتشرت لإثارة الناس وتحفيزهم ضد المنظومة الفنية.